على المصريين أن يضللوا من قبل هؤلاء المطبلين الذين يزيفون الحقائق. الجيش المصري لا يستطيع أن يدخل سيناء إلا بتنسيق إسرائيلي عندما تسمح إسرائيل. مشكلة مرسي ارجعوا إلى مذكرات النصوص. قلت هذا الكلام كان يريد تعديل اتفاقية كامب ديفيد وهو أمر يعني هذا الكلام لا يرضي إسرائيل. ذكرت هذا الكلام. بالعودة إليك سيد أسامة، غزة محاصرة من قبل مصر ومن قبل إسرائيل، هذا ما تقوله حماس؟ لا، القضية ليست في حصار غزة من قبل مصر، القضية في قلة الأدب ضد القوات المسلحة المصرية. نعم. أنا مش هسمح لك بهذا الكلام يا محترم، ولن أسمح بأن أكون جزءا من نقاش تقل فيه أدبك على القوات المسلحة المصرية وتتهمها بالعمالة لإسرائيل، خاصة وأنك أصلا ما انتش دولة يا شاطر فوق، أنت مجرد حركة ما انتش دولة. أنت تتحدث عن دولة بقى لها 7000 سنة. كنا هنا في هذه الدولة عندما كنت أنت من رعاة الغنم. يا ابني فوق يا حبيبي اصحى، أنت مجرد حركة مقاومة تحولت إلى محركة إرهاب. أنت في غزة بتقمع الفتحوية وقتلتهم ورميتهم من فوق الأسطح وقلنا خلاص مشكلتكم مع بعض، ولكن توصل قلة الأدب إنك بتوجب على الدولة المصرية تعمل لك إيه وتعمل لك إيه. أنت يا شاطر صدقت نفسك إنك منطقة محررة؟ يا ابني أنت لسه في أرض محتلة يا حبيبي. المحتل بتاعك اسمه إسرائيل وده مسؤول يأكلك ويشربك. أنت لم يبقى لك عندي ليه؟ هي شحاتة وقلة أدب يا ابني. بطلوا تسول، بطلوا هذا التبجح مع الدولة المصرية. القوات المسلحة اللي انت عمال تتكلم في حذاء اقل جندي اشرف من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. وانا متأسف ان انا قابلت منظر زيك اخواني ارهابي اصلا وفاكر نفسك خبير. انت لست خبير في الامن القومي، انت مدعي اصلا. ولعلمك انا الظاهر ان انا قللت من وزني عندما دخلت معاك في نقاش، لانك لا يمكن ان تصل الى وزن محاورا، وموضوعي معاك انتهى وانا بقيت بره الهوا لاني ما اقدرش اقف قدام سافل بهذا الشكل. سفالة ضد القوات المسلحة المصرية رقبتك اطيرها، سفالة ضد الدولة المصرية رقبتك اطيرها، ولا يكفيني فيها رقبتك ولا رقبة اللي بيشغلوك سواء كانوا القطريين او كانوا الافندية مغتصب السلطة عندك. منظمة فتح هي الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني، وانتم خدعتوا الشعب الفلسطيني وقتلتوه وفهمتوا العالم ان فلسطين هي غزة حارتين وعايز تقول عليها دولة وجاي توجب على الدولة المصرية. انت مين يا شاطر؟ انت اصلا اتعلمت فين؟ اتعلمت اصلا فين؟ انت كلك على بعضك بقيت في مصر والمصريين. انا اتعلمت في مصر، انا اتعلمت في مصر والموضوع خلص، ولن استمر في الهواء مع مخرب وقليل الادب بهذا الشكل. تلزم حدودك يا شاطر، واعلم انك تتحدث عن مصر اللي فيها كلم ربنا سبحانه وتعالى موسى. احترم نفسك يا شاطر وانت تتحدث عن الجيش المصري اللي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بانهم خير اجناد الارض. انت قليل الادب في اللي انت قلته، وانا لا يشرفني الاستمرار معاك لانك كائن قليل الادب. وانا قله الادب عندي زي ما الشارع المصري ما بيقول عتاب النجل اجتنابه. ومن هذه اللحظه خلص حواري معاك، اما ان انا هخرج دلوقتي بره الهواء واما ان حضرتك تنهي برنامجك بالطريقه اللي انت عايزها. قله ادب ضد القوات المسلحه وضد مصر؟ لا، ما هوش امن قومي يا شاطر. قله ادبك ضد الامن القومي المصري. القوات المسلحه المصريه تحمي السياده لاخر ذره تراب يا شاطر. حتى تهدأ يا تعرف كويس ان مصر اخذت طابع حتى تهدأ قليلا، حتى تهدأ قليلا، حتى نهدأ جميعا. قله ادب ضد مصر لا، حتى نهدأ جميعا. القوات المسلحه لا.